طبعا يا جماعة الخير إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا بيستغل لك الفقراء والمساكين بحجة إنه الفاعل الخير. وهو كائن شرس، كائن ايش اقول لكم، انا في لك في سبب بس مش جاي انطقها. المهم نطالب بالدولة حقنا ان تمسكها هذا وتخصيه ضروري، ما بيتزوج له. المشكلة اني هذا قد القضية ثانية، يعني لو قلنا القضية الاولى تحصل مشاكل مع العائلة، هذا بتحصل مع اسر بيجي يتزوجها ويرجمها بيجي يستغل لك المغتربين، شفعل لك مسجد، شفعل لك بيت، شفعل لك، وبيتصير يتزوج من ظهر غيره. تبصر ناس شابعين يعني الزلط لهانه بعرق جبينهم يصنف انه يتزوج مرة ثانية طبيعي، هذا بيتزوج من ظهر المغتربين بحجة انه فعل مسجد، يضحك له على 4 5 مغتربين انه فعل مسجد وبيصير يتزوج. صار يتزوج لهذا البنت باستغلال ب50,000 بحق امين شرعي، ب50,000. من هي اللي توافق بك انت؟ من هي اللي توافق بك بلاش؟ لا صورة لا وجه لا عكمة تجي تقول والله اننا راضي اني راضية والامين الشرعي. ايش اللي يتزوج ب50,000 حق امين شرعي؟ سلامات بتضحك لك على الفقراء والمساكين. اجمع راسين بالحلال، كنت تجمع راسين بالحلال، تشوف واحد من اقربائك يدور زواجه وهو بالناس، زوجتهم وسترتهم، تصير تزوج انت قدك مزوج بثلاث. ورينا يا اخي، كل يوم تطلع لنا بورق، هذا الامين الشرعي وهذا العقد وهذا، يا اخي ورينا كما المهر الذي اديته لاخر بنت استغليتها، للبنت الذي سمعت بك قبل يومين. ورينا اذا المهر 1,000,000 احنا نعتذر لك ونتاسف لك، الشعب اليمني كله، اذا اديت لها مهر 1,000,000 ومن حقك تطلقها وما عليك منها، هي كانت مستجيبه او تدردحت او ما عليك. اذا اديت لها مهر 1,000,000 وطلقتها خلاص ما عادش في ذمتك ولا انت مسؤول عليها. اذا المهر 800 700 500,000، اذا مكتوب 500,000 مهر عذرك معك. ورينا وانت تجلس تطلع الورق، شوفوا هذا الامين سريع، هذا الورق وهذا، ثبتها في الشاشة خلينا نشوف. كم المهر؟ انت خايف تثبتها في الشاشة لان احنا حنشوف المهر نص كيلو عدس دبه زيت. يا ناس الذي يشتي يفعل خير لأهله لجيرانه لأقاربه لناس معروفين وخلاص، والأمور لا تصبر. أما تصير تدي الواحد بالفيسبوك، أنا ما عمش بس الأكثر مثل هذا الاخطبوط يصير ينقي لك الأسر الذي بناتهم أعزاب ومساكين ومستضعفين وحالتهم المادية مش تمام، وقال لهم أبز هذا ويزوج هذا 5 شهور. المشكلة لو قال يزوج يعني الأبد تمام، لا 5 شهور متعة. أنا طالبنا الجهات المختصة إنهم يلقوا القبض عليه ويمسكوه. مخزن اليوم لا راسك يا أنا يا أنت في اليمن، جالس تضحك على بنات الناس، على اليتامى، على الفقراء والمساكين وتشتغل حاجتهم. تتزوج البنات كل يوم كل يومين، تتزوج يوم ثاني يطلق، يتزوج قبل ما يتزوج وقد ورقة الطلاق جاهزة، لأنه ما بيتزوج لجل يبني أسرة، لجل يخلف، يتزوج فقط يعني يستمتع، يشتي يتزوج ويستمتع ويعيش اللحظة بدبة زيت.